ونحن عم نحكي عن طبعا ثلاثة العرب اللي ان شاء الله بيتأهلوا لكأس العالم 2014 في البرازيل. مصر تحدثنا عنها وشفنا ردود الفعل من الشارع المصري، ايضا الاخوة في تونس ذهبنا الى تونس، والان الجزائر ممثلة العرب الوحيدة اللي كانت لحالها في مونديال 2010 راح تواجه وصيف بطل افريقيا منتخب بوركينا فاسو. الذهاب راح يجري في العاصمة وغادوغو يوم 15 اكتوبر، وبنت الجزائر راضية صلاح، وقراءة في المواجهة الجزائرية البوركينية. كثر الكلام عن قرعة كأس العالم وكثر الكلام عن الامتحان الأخير، وبين هذا وذاك تريد الجزائر أن تحجز مكانا لها في مونديال البرازيل بعدما حملت راية العرب في مونديال نيلسون مانديلا. الجزائر بوركينا فاسو ربما هي الأمنية التي أرادها المدرب البوسني حليلوزيتش، أمنية تحققت، لكن المراد منها لا يعني أن المنتخب البوركينابي هو الطريق المعبد للمونديال. بوركينا فاسو منتخب كان ولا يزال يعد بالكثير، ويكفي وصوله إلى هذه المرحلة. المنتخب البوركينابي وصيف بطل أفريقيا، وخروج مشرف من نهائي الأفريقية على يد البطلة نيجيريا بهدف يتيم. المنتخب الجزائري يعرف جيدا نظيره البوركينابي الذي جمعه التاريخ به 18 مرة في 8 مباريات رسمية و10 وديات. فازت الجزائر فيها 5 مرات مقابل 3 لبوركينا فاسو و5 تعادلات. في 4 مواجهات رسمية من أصل 10 فازت الجزائر مقابل تعادلين وخسارتين في البطولات الأفريقية التي امتدت منذ العام 68 إلى يومنا هذا. التقى المنتخبان 5 مرات، كان نصيب الجزائر الفوز في أغلبها باستثناء كان 98 التي استضافته بوركينا فاسو على أرضها وفازت على المنتخب الجزائري. أرقام وأرقام، لكن الوقت تغير كثيرا. لا يمكن الحديث عن منتخب قوي وضعيف، ومهما قيل عن حظوظ الجزائر في التأهل فإن المدرب حليلوزيتش ومحمد راوراوا والكثير من المحللين أكدوا صعوبة المهمة أمام منتخب تغير كثيرا بقيادة مدربه البلجيكي بول بوت. الجزائريون ينتظرون بفارغ الصبر لقاهم المرتقب الشهر المقبل أمام بوركينا فاسو، وأملهم أن تحارب الأفناك حتى الرمق الأخير لتعود بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في الجزائر، وربما العرس الذي ينتظره الجميع. راضية صلاح، صدى الملك. اشتقنا لايام 1 2 3 1 2 3 فيفا للجري. الاخ عبد الحميد بوحاله من الجزائر واخ وصديق حبيب، عم بقول ان شاء الله الاربعه، عم بقول مش 3 4، لان الجزائر ومصر وتونس والاردن لكاس العالم. كيف يرى الجزائريون مواجهه منتخب بلادهم مع بوركينا فاسو؟ شافوها سهله ولا صعبه؟ مراسلنا هناك رفيق بخوش والتفاصيل. عندنا يعني الحدود نتأهلوا للمونديال،